ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حلقه جديده في كورسنا ال HTML، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الليست واللي هي الاليمنت بتاع الليست والتاجات بتاعتها ان شاء الله. هي مفهوم بسيط جدا احنا عايزين نتعرف عليه. بس الليست دي عباره عن ايه؟ مبدئيا كده الليست دي بتبقى عباره عن بيبقى مجرد بتبقى عامله زي الليسته بتاعتنا العاديه، مثلا اللي هي الليسته بتاعه تودوز اللي هي المهام اليوميه، او الليسته مثلا بتاع بتعبر عن ستيبس معينه، او لسه مثلا بتعبر مثلا عن اسئله واجاباتها وكده. هي دي الليست في ال HTML بكل بساطه. طبعا مش بيبقى الستايلات بتاعتها مبتبقاش قويه جدا، لكن الستايلات اللي هي الديفولت بتاعتها بتبين فعلا قد ايه هي مهمه، لانك هتوفر عليك وقت كبير جدا في السي اس اس لما تيجي تكتب الستايلات وكده. بحيث انها هتعمل لك شويه ديفولتس كده، انت هي هتحطهم لك اوتوماتيك، بحيث انك تخلي الموقع بتاعك جاهز بس على الستايلات الاضافيه بس مش اكتر. اول عنصر عندنا او اول element عندنا في ال element list هم طبعا هم ثلاث اقسام: اليو ال او ال unordered list، والاو ال الاوردرد ليست، والدي ال اللي هي الديتيل ليست او description list. خلينا ندخل على النوع الاول وهو اليو ال ال unordered list. وبكل بساطة هو ممكن تقول كده، مهمته الرئيسية انك تحط فيه elements، مش شرط تكون بترتيب، يعني هي مش شرط تكون مترقمة. الاوردر list لا بتكون مترقمة وكده، لكن ده مش شرط. انت ممكن تكون مثلا حاطط حاجات اللي هي الليسته بتاعتك بتاعت تودوز اللي هي المهام اليومية وكده. مثلا خلينا كده نحط elements زي مثلا going to work، do homework مثلا. خلينا نحط حاجة كمان: go to making breakfast مثلا. يعني طبعا هي حاجة يعني ايه، احنا بنحط بيانات عشوائية بحيث ان احنا بس عايزين نعرف الفكرة بتاعت اليو ال دي عاملة ازاي. لو بصيت هنا هتلاحظ ان هي عامله لك لستة فعلا، فيها شويه elements اللي احنا حطيناها. طب لو لاحظنا هنا برضو كان نسيت اقول لك على حاجه، وهي ال اي دي هي الليست ايتم. الليست ايتم دي ممكن دي بعد كده بتحط في اي حاجه بقى، يعني دي اي نوع من الليست بتحط فيها ال اي او الليست ايتم، بتبقى اختصارها ال اي يعني الايتمز اللي بتبقى موجوده جوه الليست. لو لاحظنا هنا، لو دخلنا هنا هتلاقي لسه زي ما انت ملاحظ كده، مجرد نقط مكتوبه. ليه؟ لانك اصلا ما حطيتش ترقيم. يعني هي انت الاوردر ليست دي ما بترقمش، هي ان اوردر ليست، هي ان اوردر ليست. فهي بكل بساطه هي بتعرض لك بس لسته فيها شويه معلومات او فيها شويه مهام مثلا، بس لكن انت الترقيم بالنسبه لك مش مهم فيها. فهي دي ممكن تقول وظيفتها. وطبعا الاستفادات بتاعتها بعد كده لما ندخل في كورس السي اس اس هتفيدنا كتير جدا. طب ندخل على النوع التاني وهو الاو ال. الاو ال زي ما احنا قلنا ان هو اوردر ليست، وبتبقى مترقمه بحيث ان مثلا ده واحد او اتنين او تلاته او اي بي او بي وسي كده يعني. ما خلينا مثلا نحط حاجه تانية، مثلا هنحط عنوان كده فوق: making cake مثلا. get the ingredients، مثلا mix the ingredients is the cake. يعني مش عايزين بس نكبر الموضوع، يعني انا عايزك بس تفهم الفكرة بتاعتها. آه لو دخلنا هنا هتلاحظ ان احنا طبعا حطينا عنوان بحيث ان هو انا عايز افهمك الفكرة بتاعتها ايه. ان هي ممكن تكون معمولة مثلا على اساس الستبس. انت ممكن مثلا تبقى عاملها على انك مثلا ستبس لعمل حاجة معينة: how to make نقط. فهو مثلا how to make cake، يجيب لك الستبس بتاعتها. فانت هتلاقي مترقمه واحد اتنين تلاته، الديفولت بتاعها واحد اتنين تلاته. انت ممكن تغير حاجه زي كده، ممكن تخليها مثلا لو قلنا له طيب، ده اتريبيوت بيبقى موجود في الاوردر ليست. لو قلنا له طيب مثلا ايه، كده انت غيرت النوع خالص. يعني لو رجعنا تاني هتلاقيه عملها لك اي بي سي. طبعا انت ما ينفعش تبدا له بحرف غريب كده، يعني ممكن ما ينفعش تبدا له مثلا بالجي.
لازم تبدأ بأول رقم أو أول حرف. لو لاحظت هنا هتلاقيه رجع تاني لواحد اتنين تلاتة، لأنه أصلا مش فاهم انت ايه اللي انت حطيته ده. هو عايز بداية سلسلة، مش عايز مش ينفعش تحط له حاجة من وسط السلسلة مثلا بتاعة الأحرف أو نص السلسلة بتاعة الأرقام. لازم تحط له بداية السلسلة. ممكن تحط له واحد، ممكن تحط له ايه، ممكن تحط له حروف اليونانية عادي. ممكن تحط له مثلا الاي دي. اي دي أول حرف من الحروف اليونانية او الارقام اليونانيه. فهتلاحظ هنا عامل لك الاي 2 اي 3 اي وكده. بعد كده هو بيكمل. ممكن تعمل حركه برضو حلوه جدا لو انت مش عايز مثلا تبدا من اول حرف، عايز تبدا مثلا من الحرف الخامس. يعني مثلا انت عايز تخليها برضو النظام بتاع الحروف بتاعه الانجليزي، وعايز تخليها مثلا ايه، تبدا من حرف الاف. تعمل ستارت، خليها 4 مثلا او 6. حرف الاف 6. آه هنرجع تاني. لو لاحظنا هتلاقيه بدأ من حرف الاف فعلا. فدي ده لو انت مش عايز تبدأ من اول السلسلة، يعني عايز تبدأ من اول من حرف معين ولا حاجة. ودي كده يعتبر الاوردر ليست. وزي ما احنا قلنا قبل كده ان هي ممكن تستخدمها لعمل ستيبس معينة، مثلا لعمل أكلة، مثلا ستيبس مثلا عشان توصل لحاجة معينة. أي حاجة بقى أنت عايز تعملها فيها خطوات، بتحط لها الاوردر ليست، أو بتحتاج ترقيم يعني بشكل مجمل يعني. ماشي، ندخل على النوع التالت وهو الدي ال او الديسكريبشن ليست او ديتيل دي ليست. بتبقى عبارة عن اتنين elements اللي هي الدي تي تايتل والدي دي. عارف ان الاسماء اختصارات غريبة كده شوية، بس هي دي الاختصارات بتاعتها يعني. ديتيل دي ليست تايتل ده التايتل. دي تي ده اختصار للتايتل اللي هو ديتيل ليست تايتل. ممكن نقول له مثلا ايه. خلينا نجرب بس الاول عشان اعرفكم الفكرة بتاعته ايه. how are you مثلا. I'm doing well thank you. لو رجعنا تاني كده هتلاحظ ان هو كتب لك التايتل وكتب لك الديسكريبشن. طب انا اعرف ازاي ان ده تايتل وده ديسكريبشن؟ انت بقى بتعمل له ستايلات، بتعمل له مثلا تخليه اكبر من كده، بتخليه مثلا زي الاتش 1 ده، او بتخليه اضخم من كده خط يعني. بحيث انك تبين ايه الفرق بين التايتل والديسكريبشن، الفرق بينهم يعني. ممكن تخلي مثلا ده الاوباسيتي بتاعته صغيره شويه، اقل شويه، بحيث انك تبين الفرق بينهم. لكن هو عامل لك ميزه كويسه جدا. هو عمل لك التاب دي بتبقى عباره عن 4 سبيسز، اللي هي المسطره على الكيبورد 4. بحيث ان يفرق لك بين التايتل بيبقى هو على الشاشة على طول، والديسكريبشن بيبقى بعديه ب4 سبيس تحتيه طبعا. احنا ممكن بقى نزود براحتنا. نرجع تاني، هتلاحظ انه عمل لك تحت بعض. طب لو لاحظت هنا حاجة، هتلاقي ان احنا كاتبين اسئلة واجاباتها. يبقى دي وظيفة الديسكريبشن ليست، ان هي ايه، بتعمل لك اسئله واجاباتها. ممكن تعمل مثلا اسئله واجاباتها دي يعني ممكن تقول امثل حاجه ليها، لانك هتعمل اسئله لسته من الاسئله. لسه احنا طبعا عايزين لسته، مش عايزين انك تحط اليمنت واحد او سؤال واحد. لسته في نفس الوقت هتبقى فيها تايتل وديسكريبشن. طبعا دي مش هينفع مع مثلا مع اسمها ايه، المنتجات وكده، لانك طبعا المنتجات دي بيبقى كل منتج بيبقى لوحده كده، مش ملوش علاقه ببعضه يعني. مش بيبقى كل اليمنت بيبقى لوحده، بيبقى ليه صفحه لوحده. فانت مش هينفع تعملها ليست. فانسب حاجه ليها زي ما احنا قلنا كده بتبقى اسئله واجابات، اللي هي بتبقى اف اي كيو اس، اللي هي فيمس انسر كويشنز. بتبقى موجوده هنا، بتتكتب بالشكل ده يعني بشكل امثل، بحيث ان يوفر لك برضو بعض الرسالات اللي انت ممكن تبقى عايز تعملها وكده. بس كده كده عرفنا ايه هي الليست، وعرفنا ايه هي الاوردر ليست، وعرفنا ان ممكن تستخدمها في التو دوز وكده. عرفنا ايه عرفنا ايه ان اوردر ليست، وعرفنا ان ممكن تستخدمها في الدوتس وكده. وعرفنا ايه هي الاوردر ليست، وعرفنا ان هي بتعمل ترقيم. وعرفنا شويه اتريبيوتس بتاعتها، وايه هي الديسكريبشن ليست، وايه هي الاليمنتس اللي جواها. مهم جدا تعرف الاليمنتس الداخليه دي. وبس كده، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.